هل العلاقة الخاصة مجرد احتياج أو تلبية لرغبة جسدية بس؟ ولا في سبب أعمق من كده؟ إمتى تكون العلاقة الخاصة سبب في المشكلات الزوجية؟ وإزاي تبقى طريقة للانسجام والتوافق والتناغم الزوجي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. في البداية عايزين نأكد على إن العلاقة الزوجية مش مجرد احتياج. العلاقة الزوجية في المسيحية مش مجرد تلبية لاحتياجات جسدية، لكنها تعبير عن حب صادق واحتواء متبادل. كل طرف لازم يحترم كرامة التاني ويدرك أن العلاقة الحميمة مجال للانسجام ومش مجال للضغط أو الإكراه. زي ما الكتاب المقدس بيقول: والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. تعالوا نعرف مع بعض أكتر. كلمتين وبس. احترام الخصوصية مفتاح الراحة. تقدير الخصوصية يعني إننا نراعي ظروف الشريك، سواء تعب جسدي أو ضغط نفسي أو حتى مزاج مش مناسب. العلاقة مش لازم تبقى واجب، لكن لازم تنبع من رغبة صادقة ومتبادلة. لو حصل حوار مفتوح بين الزوجين، هيكون أسهل إن كل واحد يفهم التاني ويقدر احتياجاته. الاحترام هنا مش رفاهية، لكن ده أساس النجاح. التناغم العاطفي أساسه مشاعر قبل كل حاجة. العلاقة الحميمة مش بس فعل، لكنها جزء من التناغم العاطفي بين الزوجين. لما الطرفين يحسوا بالاحترام والتقدير، ده بينعكس على شعورهم بالأمان والاستقرار، ومن هنا بتكون العلاقة أكثر نجاحا وراحة للطرفين. الامتناع المؤقت فرصة للتجديد. زي ما قلنا قبل كده، أوقات الامتناع المؤقت بتكون فرصة لإعادة شحن المشاعر وتجديد الحب. الابتعاد لفترة قصيرة بيدي مساحة للطرفين إنهم يرجعوا لبعض بشغف أكبر وتقدير أعمق. العلاقة مش بس جسدية، لكنها رابطة روحية وعاطفية. محتاجين نأكد على قدسية العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية في المسيحية مش مجرد وسيلة للاستمتاع أو تحقيق احتياجات جسدية، دي وسيلة ربنا رسمها لتقوية التقارب الروحي والجسدي بين الزوجين. العلاقة دي مش حاجة عابرة، لكنها مبنية على الحب الصادق والاحترام المتبادل. لما الزوجين يشاركوا حياتهم بصدق وحب، العلاقة بتتحول لتعبير عن القدسية اللي ربنا وضعها في الزواج. زي ما القديس بولس قال: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. عبرانيين 13:4. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.